تعال اوريك ازاي اسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في انها تحدد 37,000 هدف في غزة، وتعرف الاجرام اللي بيحصل من ورا الذكاء الاصطناعي ده. مجمع عسكري اسرائيلي في تل ابيب، في مديريه الاستخبارات العسكريه وكليه الدفاع. لكن انا ماليش دعوه باللي فوق الارض، انا ليا دعوه باللي تحت الارض، لان في كارثه. دي الوحده العسكريه 8200، شغلها كله قايم على الذكاء الاصطناعي. بيستخدموا نظامين، لافندر وحبسورات، وظيفتهم انهم يحللوا الناس اللي عايشه في غزه. عايز اقول لك عارفين حياه كل واحد عايش في غزه، بيصوروا وش اي شخص ويحللوه ويعرفوا بياناته ومكانه بالظبط، سواء بقى بشريحه موبايله او حتى بالمسيرات، من غير ما الشخص ده اصلا يكون عارف. واول بس ما يشكوا في الشخص ده جزء من الثانيه بيضربوه. ويا سلام بقى لو في جندي واحد بس من حماس في وسط الزحمه دي كلها يفجروهم كلهم. ومش بس كده، مسؤولين عن كل حاجه بتحصل في السوشيال ميديا، فيديوهات، صور، بوستات. ده انتهاك واضح للحقوق الانسانيه.